دكتور طعزي، دكتور طعزي، انت فين يا راجل؟ انا تحت امرك يا سعد باشا. انا تعبان دكتور طعزي. والله وانا صغير كنت بفكره بيقول له الحقني يا دكتور طه حسين. برضه الواحد كان اهطل وهو صغير. لو انت شفت فيلم البيضة والحجر اللي هو بيدور في عالم كاريكاتيري وفانتازي جدا، هتبقى نظرتك له زي كل الناس. شايف مستطاع بطل الحكاية انسان زاهد غير شهواني وعنده ضمير ومتسلح بسلاح الاستغناء، تكيف مع الموارد المتاحة ومؤمن بالمبادئ دي فعلا وراضي بأقل القليل، ولكن بيبدأ يطمع وتتحول شخصيته لشخص سيء بيستغل جهل الناس لما بيتعرض لمغريات كتير. ولكن اسمح لي اهدم لك السرد ده واقول لك ان النظرية بتقول عكس كده تماما. النظرية بتقول ان مستطاع كان غير مؤمن تماما بنظرية الاستغناء بتاعته ولا مبدأ الزهد ده. هو كان مجرد بيصبر نفسه بشعارات هو مؤمن بعكسها تماما. يعني هو كان بكل بساطة بيسكن آلام الفقر والجوع والحرمان اللي جواه عن طريق انه يردد عبارات انه مستغني والحاجة اللي بتغلى عليه بيشيلها من قايمة اهتماماته ويوجد لها بديل. مستطاع في الحقيقة هو كان بيعرف يستغنى ويلاقي بدايل ويصبر نفسه، لكن هو ما كانش حابب وضعه الزاهد ده ولا كان متكيف معاه. هو كان بيمثل انه متكيف معاه، لكن هو كان في صراع داخلي مع الاحتياجات والشهوات اللي مش لاقي لها بديل. لما بتبدأ الأحداث تتصاعد ويظهر جهل الناس حواليه والكل يطلب منه البركة وانه يساعدهم على انه شيخ او ساحر، هو مش بيتحول من الشخص القنوع الراضي للشخص الطماع المستغل، بل هو في الحقيقة بيظهر على حقيقته وبيستغل الفرصة اللي كان بيحلم بيها طول عمره. والدليل على كده انه بينجرف في التيار ده بسرعه جدا، مش بيقاوم كتير بل ما بيصدق اصلا، هو مجرد خلع قناع الزهد. معضله انك تصبر نفسك دي كانت دايما بتحيرني لانها بتفتح لي باب شك في نوايا الناس. هل هم فعلا راضيين بوضعهم الحالي ولا كل اللي بيقولوه من عبارات رضا وتاقلم عباره عن مسكنات وتمثيل علشان ما عندهمش البديل الافضل؟ وهنا انا لما بطرح التساؤل ده انا مش بقول ان عبارات الرضا والتاقلم والتكيف بتاعتهم دي غلط، والا هكون كده بعترض على القدر وعلى تقسيم الارزاق في الحياه. ولكن انا فعلا بطرح التساؤل عشان افرز مين بيقول كده عن اقتناع، مين منهم كان مستطاع، مين بيقول الحمد لله ربك بيحلل الفقير لقمته عن رضا تام، ومين بيقول انا مبسوط بالفقر، ده حتى الاغنياء بيجي لهم تخمه ونقرس وامراض عشان بس يصبر نفسه وما يحسش انه اقل من الغني. المهم حلمنا المستطاع بيظهر في عدم اتزانه وشهواته في الاكل والشرب والنساء، وكمان كان في شهوه اكبر كانت مكبوتة جواه وهي شهوة إثبات الذات. راقب نظرة التحدي والنرجسية اللي بتكون في عيون مستطاع لما بيتكلم عن إزاي يقدر يتحكم في الجهلة بالإيحاء ويسمعهم اللي هم عايزين يسمعوه. راقب الحماس والاستعداد اللي كان جواه لما بيقول ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون. الإيحاء هو سر ظهور مستطاع بمظهر الزاهد الراضي متكيف قدام الناس. زي ما كان بيقدر يستخدمه مع الناس هو كان بيستخدمه مع نفسه عن طريق ترديد عبارات الاستغناء وكبح الشهوات، فكان بينعكس الإيحاء على سلوكياته قدام الناس من تلاميذ وأصدقاء وجيران. مستطاع ما كانش إنسان شريف من البداية، وفي تفسيري أنا لاسم مستطاع أعتقد إنه المقصود بيه الشخص السهل التمكن منه اللي في المتناول. وفعلا مستطاع كان سهل جدا وشهواته بتستطيع التملك منه طول الوقت. مستطاع من بداية الفيلم كان فيه شهوة بتتحكم فيه وما كانش بيقدر يقاومها، وهي شهوة انه يدير الناس حواليه. لذلك هتلاحظ كمية اللذة اللي بتكون جواه وهو بيشرح للطلاب وهو بيوجه توالي صاحبه التابع ليه. هو طول الوقت مش بيسيطر على الشهوة دي. ردوا عليا يا شباب، نستير علني استغلال حقير. احنا زغال علينا شيء تركناه بقى كده. حتى لما بيوهم الناس انه صاحب مبدأ وبيخدعهم، ده نوع من انواع شهوة السيطرة او التلاعب. طيب وامتى مستطاع بيتحول لانسان شريف لما هو من البدايه غير شريف؟ في الحقيقه مستطاع كان الكل بيمهد له الطريق للاستسلام لشهواته من بدايه الفيلم، سواء لما كان بيشرح والكل بيسمع له باهتمام وانصات ويمجد في ثقافته وعلمه ولبقته، او حتى في النهايه مستطاع بيفوق لما بيطلب منه احد المسؤولين انه يساعد بنته المريضه، فبيلاقي الامور بتخرج بره سيطرته وان اي استنتاج غلط هيعرض حياه البنت للخطر وبالتبعيه هيعرض حياته للخطر، فبيخاف. هنا ضميره لسه مصحاش لكن هو خاف، لأن مستطاع من بداية الحدوتة وهو بيخاف بس بيتدارك خوفه ده بعد شوية وبيداريه، فبيعترف إنه مش أكتر من دجال بيستغل جهل الناس وبيوهمهم بالإيحاء بسبب قدرته على استخدام ذكائه والتلاعب بيهم. وبعد الاعتراف الناتج عن الخوف ده بيبدأ بعدها ضميره يصحى شوية لما يحس إنها كده كده خربانة وإن مصيره اللي جاي هو السجن. وفي الحقيقة صحيان الضمير ده ما بيستمرش كتير، لأن نفس الناس برضه بتفضل تساعده على استغلال جهلهم أكتر وأكتر ويمجدوا فيه إنه صاحب كرامات وقدرات، وعلاقاته القديمة اللي كانت قايمة على الدجل بتساعده وبتنجيه. بيرجع يضعف تاني ويقول لهم والله ما انا رد لكم كلمة، وبيكمل في نفس المصير. وفي الحقيقة رد فعل الناس ده هو مش جهل قد ما هو خوف فعلا، لان قد تكون انت اعلم اهل الارض ولكن وقت خوفك بيتعطل تفكيرك المنطقي، تبقى مهيأ لتلقي اي شيء
بشرط انه يخلصك من خوفك بسرعة ويحقق لك نفس الطمأنينة والاستقرار او اكتر. في الحقيقة مستطاع كان قادر على التكيف الاجتماعي وهو مجبر عليه قبل ما البيئة تفسد، ولكن عندما فسدت البيئة حولت نظرية مستطاع من الاحتماء بالعقل عن طريق الحد من الاستهلاك واللذات والرغبات إلى العكس تماما، لما انتقلت للتطبيق على أرض الواقع وأصبح هو الحيوان المستهلك النهم اللي ما عندوش كنترول. النظرية الأخيرة عن مستطاع كمان بتقول إنه كان بينادي بالحد من الاستهلاك مع تلاميذه والبيئة اللي حواليه علشان ما يحسش إنه لوحده اللي محروم، وما يحسش إنه بيحد من استهلاكه مجبر، فيخلي اللي حواليه يحدوا من استهلاكهم ويقللوا استهلاكهم بإرادتهم، فما يجرحوش حرمانه ولا يفكروه بفقره. الموضوع ما كانش مبدأ سياسي ولا اقتصادي، الدنيا أبسط من كده يعني. صباح الفل. طب ليه مستطاع ما كانش بيرضى ياخد فلوس من اخوه؟ الاجابه ببساطه هي الكرامه. طب ليه مستطاع ما كانش بيبادر باي وسيله كسب غير مشروع؟ يعني ليه ما كانش بيدي دروس خصوصيه مثلا؟ ما كانش بيستغل جهل الناس بنفسه قبل ما تجيله الفرصه مقشره؟ الاجابه هنا مقسومه لاتنين، الخوف اللي اتكلمنا عنه، وكمان في مبدأ وحيد كان عنده مستطاع كان مدفون جواه، وهو الانتظار. يعني انا ببساطه مش هرتكب الغلط بنفسي ولا هبادر بيه، بس لو جه الغلط لحد عندي وقال لي ارتكبني انا مش هتردد الصراحه، ما هو اللي قال. ودي زي ما تقول كده آلية من آليات الدفاع عن النفس، كانت مسكن برضه لضمير. ونظرا لفساد البيئة لو اضطرينا نفاضل ونقارن بينه وبين اللي بيبادر بارتكاب الأخطاء عن عمد وعن قصد، هنقول إن مستطاع مقارنة به إنسان فاضل، لأنه حتى مبادئه المدعاة الكذابة ورغباته الداخلية كانت بتنعكس دايما بنفع على الناس. يعني كانت بتنتهي دايما إن جميع الأطراف مرضية حتى لو مخدوعين بس مش متضايقين. بالعكس برضه ممكن أعيد صياغة كلامي وأقول إن مستطاع كان الفاسد الغير مفسد، ودي حاجة لو عرفت توصل لها دلوقتي تبقى في نعمة، لأنك عمرك ما هتتجنب تكون فاسد وصعب تتجنب إنك تكون مفسد. في النهاية ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس والتعليق اللذيذ، وسلام. بقولك إني فاضي من الأول، سعيد جدا إني ببيع لك الهوا.